عليكم ورحمة الله وبركاته. في حياتنا اليومية بنقابل سؤال متكرر جدا، يمكن يكون صغير في شكله بس تأثيره كبير جدا علينا وعلى حياتنا. الجملة دي هي: انتوا مالكوا؟ هو ليه الناس عندها الجرأة إنها تتدخل في حياتنا بشكل سافر؟ ليه في حاجات شخصية جدا ملهاش علاقة بحد غيرنا ونلاقي ناس واقفة تتفرج وتسأل وتعلق كأنها صاحبة الحق في حياتنا؟ يا جماعة، مفيش أي مانع إنك تكون فضولي شوية من باب الاهتمام أو السؤال بأدب، لكن في فرق كبير جدا بين السؤال الطبيعي والسؤال اللي معناه تطفل وتدخل في خصوصيات غيرك. تعالوا كده نعيش مع بعض أمثلة بنقابلها كل يوم ونشوف إزاي كلمة واحدة ممكن تكون الحل. أنت مالك؟ واحد يقولك: أنت بتقبض كام في الشهر؟ الرد الطبيعي: أنت مالك؟ أنت هتديني من جيبك ولا هتزود لي المرتب؟ واحدة تسألك: هو أنت لسه ما اتجوزتيش ليه؟ أنت مالك؟ هو أنا جاية أخطب عندك ولا جاية أستشيرك في حياتي؟ حد تاني: هو أنتي ناوية تخلفي إمتى؟ أنت مالك؟ هو في قانون بيقول إن قرارات الإنجاب لازم أستشيرك فيها؟ حد يوقفك فجأة: أنتي لابسة كده ليه؟ أنتي مالك؟ هو اللبس اللي عليا هيأثر على لبسك أنتي؟ واحد يسألك: أنت هتسافر فين؟ أنت مالك؟ هو أنا عامل جدول الرحلة عشان أعرضه عليك؟ سؤال تاني منتشر جدا: أنت جبت الشقة بكام؟ أنت مالك؟ هتدفع لي القسط؟ أو هو أنت مركب عربية بكام؟ أنت مالك؟ هو أنت اللي دفعت؟ وأجمل حاجة لما حد يقولك: هو مراتك مسيطرة عليك كده ليه؟ أنت مالك؟ دي حياتي أنا ومراتي، مش حياتك أنت. أو يقولك: هو جوزك بيروحك بيت أهلك كل أسبوع ليه؟ أنت مالك؟ دي حياتنا إحنا، مش موضوعك أنتي. الفكرة هنا يا جماعة إن التدخل مش بس كلمة تتقال وخلاص. التدخل ساعات بيجرح، بيضايق، بيخلي الشخص يحس إنه عريان قداس، مع إنه من حقه يكون عنده حياة خاصة محدش له دعوة بيها. طيب، ليه الناس بتعمل كده؟ في ناس بتتدخل بدافع الفضول، في ناس بتتدخل عشان المقارنة، يشوفوا عندك إيه ويقارنوا بنفسهم، وفي ناس بتتدخل عشان يلقوا ثغرة ينقضوك بيها أو يحبطوك. لكن الحل بسيط جدا: اتعلم تقول أنت مالك بهدوء، من غير خوف، من غير كسوف، لأنك لما بتقولها أنت بتحط حدود واضحة، حدود بتقول: دي حياتي أنا، مش حياة حد تاني. طيب، تعالوا ندي أمثلة تانية من حياتنا اليومية. أنت هتشتغل فين؟ وليه اخترت الشغل ده مش غيره؟ أنت مالك؟ أنت ليه متأخرة في الجواز؟ شكلك هتعنسي. أنت مالك؟ هو أنت وزوجتك مش جايبين عيال ليه لحد دلوقتي؟ أنت مالك؟ أنت بتشتري لبس منين؟ بكام؟ أنت مالك؟ هو أنت ناوي تبطل الشغل وتفتح مشروع؟ أنت مالك؟ أنت بتاكلي كده ليه؟ مش خايفة تتخني؟ أنت مالك؟ أنت ليه سايب دقنهك؟ أنت مالك؟ أنت ليه مش بتربي دقنهك؟ أنت مالك؟ أنت بتروح الجيم ليه؟ أنت مالك؟ أنت بتسافر كل قد إيه؟ بتصرف قد إيه؟ أنت مالك؟ كل واحد فينا له خصوصية، له حياة، له قراراته اللي محدش يحقله يتدخل فيها. والمجتمع مش هيتقدم إلا لما نتعلم نحترم خصوصيات بعض، ونعرف إن كلمة أنت مالك مش قلة أدب، دي قمة الأدب مع نفسك، إنك تحمي حياتك من التطفل. وفي النهاية، ياريت كل قبل ما يسأل أي سؤال: هو السؤال ده يخصني ولا لأ؟ هو السؤال ده هيفيد الشخص ولا هيضره؟ هو السؤال ده لو اتسأل لي أنا هبقى مبسوط ولا متضايق؟ لو لقيت الإجابة إنه هيضايق، ببساطة اسكت. وافتكروا دايما: اللي بيتدخل في حياتك من غير حق تستحق ترد عليه من غير خوف وتقول أنت مالك. واسأل نفسك دايما: هو مين قال؟